الراجل كان في مزاد ولاحظ حجر بيضيء بنور كده، لكن صاحب الحجر طلب فيه 200,000 دولار. الراجل كان خلاص هيشتريه، بس فجأة واحد غني خطفه منه بسرعة. الراجل الغني طلع كشاف صغير وبدأ يفحص الحجر بدقة، وبعدها قال إنه عايز يشتريه. في اللحظة دي الراجل شاف حجر تاني شكله أغلى وأجمل، بس قال أنا النهاردة مش جايب معايا فلوس كفاية. الحجر العادي اللي جنبه ده بكام؟ صاحب المزاد قال ده ب5,000 دولار. الراجل قال فورا تمام هاخده. وهو ماشي الغني وقفه وقال له تعال نقطع الحجرين سوا. فالغني بدأ بالحجر اللي اشتراه ب200,000 دولار، وأول ما اتفتح الغني اتبسط جدا، بس لما بص كويس لقى إن النقشة جواه متشققة. الناس كلها بدأت تضحك وتقول يا حظه الوحش. الغني كان هيمشي، بس الراجل وقفه وقال له بص كويس على حجري أنا، وطلب من العامل يعمل فيه شق بسيط، ولدهشة كل اللي في المكان خرج منه نور أزرق لامع. صاحب المزاد قال له فورا أنا أشتريه منك ب1,000,000 دولار، بس الراجل قال له اقطعه من النص. الغني اتدخل وقال له لو طلع جواه جوهرة هديك 200,000 دولار ببلاش. العامل قطع الحجر بالنص، والراجل بكل توتر شال النص اللي بيضوي وضغط عليه بكل قوته، وفجأة الحجر اتفتح وطلع منه ياقوتة زرقاء صافية تماما. الغني ما قدرش يتكلم واضطر يديه ال200,000 زي ما وعد. الراجل طلب من الخبراء هناك يقيموا الحجر، وتعرض في المزاد واتباع في الآخر ب7 ملايين دولار.